انتوا خدت العمرة قبل الحج صح؟ عند دخول مكة. طب هو كده أركان الحج والعمرة. ماشي، أركان الحج والعمرة. دي أركان الحج. أركان العمرة 4 أشياء بل 5. الإحرام، ماشي، دي لو أنت هتعمل عمرة. الإحرام، طواف، السعي، الحلق أو التقصير. يبقى الحلق يا التقصير. في أحد القولين القائل بأنه نسك وهو الأظهر يعني. ماشي. وبعدين الترتيب في جميع نفس الأركان بتاعت الحج، نفس أركان الحج، بس الحج بتزيد عنها الوقوف بعرفة والطواف بالإيه؟ بالبيت. طب هات باب الربا وخلي مسألة ازيك عن فين؟ الجنان اللي خلقها اليوم ايه؟ الصلاة؟ أمال معظم الناس بيقولوا صوتك عالي ليه؟ ايوه انت تعلي بص لا مبدئيا احنا هنتكلم عن الربا مبدئيا قبل أي حاجة خالص. الربا هو إيه؟ الزيادة. يعني اديتك مثلا اديتك 10 جنيه وقلت لك هاخدها منك بعد أسبوع 12، ده اسمه إيه؟ ربا. اشترطت حتى لو أنت رضيت، حتى لو رضيت. ليه بقى؟ الرضا والقبول في أي شيء غير الأحكام. يعني ينفع واحد وواحدة يرتضوا إن هما بالزنا ويقول لك الطرفين راضيين؟ يبقى برضه إيه؟ حرام. حتى لو رضي رجل وامرأة بالزنا والاتنين ارتضوا برضه حرام. نفس الكلام في الربا. يعني واحد هيقول لواحد يا عم أنا بديله وأنا موافق أنا راضي، أنت مالك؟ لأ. الرضا في الحدود لأ. الرضا في الحدود لأ. زي ما ينفعش واحد هو واحدة يرضوا. هو معلش معظم حالات الزنا بتبقى بالرضا. هل معنى كده ان هي حلال؟ وصلت؟ زي كده الربا، لان الربا باب كبير جدا. وبعض الناس بتربط الربا بالبنوك. بعض الناس بتربط الربا بالبنوك. الربا حرام في اي مكان واي طريقة، في اي مكان واي طريقة وباي حيلة، وبأي إيه؟ حيلة. يعني ممكن يديك مثلا 1000 جنيه ويقول لك وأنت تيجي مديهوله 1100 وهو ما اشترطش، بس اسمه إيه؟ ربا. أي زيادة على الأصل غير مشروعة ربا. دي كده في الإيه؟ في البداية دي الملخص. نبدأ في الفقه الشافعي. قال لك فصل في الربا. تعريف الربا وأنواعه حكمه ودليله. أولا قال ما هو الربا وما أنواعه وعارف كل نوع وما حكمه وما دليله. تعريف الربا قال إيه؟ الربا بالقصر لغة الزيادة. لغة ربنا قال إيه؟ اهتزت وربت، يعني نمت وزادت. والحديث اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول إن الله لا يربي الصدقة لأحدكم، يعني بينميها له، وصلت، ويزودها له. وشرعا عقد على عوض مخصوص. عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع. يعني انني باخد الحاجة دي منك ملهاش مقابل او ملهاش مثيل غير ان هي زيادة عن رأس المال. يعني ملهاش في الشرع ما يقابلها، غير معروف الايه او غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد او مع تأخير في البدلين او احدهم. يعني ايه؟ هنمسك حتة حتة. عقد يبقى ده ايه؟ بيعزم او بيعقد او بيشترط على عوض مخصوص. العوض هنا اللي هو الزيادة. انا هديك 1000 هاخده 1200. ازاي مش بتصل؟ هديك 1000 هاخده 1100. ازاي مش بتصل؟ هديك 1000 واخده منك بعد سنة. ازاي مش بتصل؟ مثلا النهارده جرات الارض ب1000، ماشي علينا. هاخد منك بعد سنة جراتين وانتوا خلعتوه؟ وصلت.
يقول لك من ال1000 بتاعي السنة اللي فاتت اشتري جراتين. انت هتخلعوه ولا هتسيبه؟ ده عين الربا. عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل. ماشي. يعني ايه؟ يعني مثلا مش بقول لك ان القلم ده قيمته مثلا 5 جنيه. ماشي. يبقى التماثل بتاع القلم كام؟ 5. اللي فوق ال5 ده ملوش ند. ماشي. يعني عبارة عن تبادل مصالح. التليفون ده مثلا، التليفون ده كده ب3000 جنيه، انت هتديني التليفون ده، بس خد بالك في فرق بين ده وبين بيع القسط، عشان بيع القسط له موضوع تاني هنتكلم فيه. انا هديك التليفون ده ب3000 جنيه، قلت لي لا خده وبعد اسبوع تدفع 3.5، او هاخد منك ال3 واقول لك انا هشتريهولك وبعد اسبوع اخدهم منك 3.5. انت مش معاك وفيصل ببيع، فانا هاخد منك هقول لك تعالى خد من فيصل وانا بحاسب فيصل، حسبته على 3، بعد اسبوع اخد منك 3.5. طالما انا ما نقلتش الحاجه لملكي الخاص طيب يعني بكره وانت رحت خدتها مني مباشر، ده ربا. انا قلت لهم والله لازم انقلها لايه؟ لحوزتي، عشان لما تاخد يبقى في تماثل، في خد ودي بالتماثل. فالزياده اللي فوق المال او الزياده اللي فوق انا اديتك 1000، التماثل بتاعه ايه؟ 1000. تمام. التماثل بتاعه او المقابل له ايه؟ 1000. كل اللي فوق التماثل ده ربا. المثيل بتاعه يعني ال1000 ب1000، 1000 وجنيه ربا، الجنيه هو اللي ربا. ربنا قال ايه؟ يمحق الله الربا، يمحق يعني بزين، ويربي الصدقات يعني يزود الصدقات. خلاص. في معيار الشرع، طبعا احنا كلامنا كله في الشرع الاسلامي، يعني ملوش مقابل في الشرع، ممكن يكون له مقابل في العرف. واحد يقول لك يا اخي احنا معروف عندنا في البلد الواحد بيديك 1000 تاخده 1100، ماليش دعوه. الفوائد البنكيه دي ما هنتكلم فيها لسه، وتخلي البنوك على نحو. يعني قال لك ايه؟ انا واحد اديته معروف، مثلا يقول لك ايه يا عم ده معروفه مش محتاجه كلام، البلد كلها ماشيه كده. لا، يعني لو يعني مثلا لو البلد كلها سرقت يبقى السرقه حلال؟ لا، يبقى الحرام حراما ولو فعله الجميع، ويبقى الحلال حلالا ولو تركه الايه؟ الجميع. طيب حالة العقد، اقول لك انا هديك 1000 وهاخده 1200، يبقى عقد ومفيش تماثل، وحالة العقد مخالف للشرع، يبقى ربا. او مع تأخير في البدلين او احداهما، يعني مثلا انت خدت مني 1000 قلت لك اجيبه لك بعد شهر، جيت انت بعد شهر ما جبتوش، قلت لك فين الفلوس؟ قلت اصبر عليك كمان 15 يوم، اقول لك لا هاخدهم منك 1200. يعني لو مش حالة العقد ومتأخر نفس القصة برضه. خلاص. طيب انواعه قال لك او احدهما، يعني في بداية العقد او في تأخير، الاثنين حكمهم واحد. انواعه في ربا الفضل وربا اليد وربا النساء، او اللي بيقولوا عليه ربا النسيئة، الاسم الدارج ربا النسيئة. طيب ربا الفضل هو البيع مع زيادة في احد العوضين على الاخر. وصلت؟ البيع مع زيادة في احد العوضين على الاخر، اللي هو احنا بنقول عليه انا هبيع لك، ويعني مثلا هبيع لك هي 1000 هاخدهم منك 1200 في مقابل ان انا اصبر عليه. تمام. دي ربا الفضل، زيادة، يعني بتفضل عليك بالزيادة دي ربا. احفظها كده، ربا الفضل انه واحد هبيع لك انا حاجة ومقابل ان انا هتفضل عليك واصبر هزود، يبقى دي اسمه ايه؟ ربا الفضل، بزود في احد العوضين تمام على الاخر. طيب ربا اليد قال لك وهو البيع مع تأخير قبضهما، أي العوضين، أو قبض أحدهما. البيع مع تأخير قبضهما اللي هو مثلا هاخد منك السنة الجاية بس هاخدهم 1500، أو هبيع لك المانجا دي بعد 5 شهور ب5000،
يبقى دي الاتنين اهم. ينفع ابيع سمك في الميه؟ ما ينفعش بيع الغرض. وصلت؟ زي كده. ربا النسيئة قال لك وهو البيع لآجل. حكم الربا، الربا بأنواعه أي نوع ربا حرام وهو من الكبائر. حرام وهو من كبير. الكبائر. دليلك ايه؟ انا طبعا دلوقتي لما يجي واحد يقول لي الحاجة دي حلال ولا حرام، انا قلت له حرام، يبقى مطالب اجيب الدليل. تمام؟ دليل يا قرآن يا سنة يا إجماع يا قياس يا رأي الصحابة. قرآن بس ما ينفعش أشوف رأي الصحابي وجد مع القرآن، لا. ما ينفعش. زي عتق رقبة مفيش، إطعام 10 مساكين مفيش، صيام ما ينفعش أروح على الصيام مباشر، لا. زي كده أشوف القرآن في دليل، يبقى القرآن يغني عن كل حاجة. في دليل من السنة تغني، في دليل إجماع يغني، كل واحد بيلغي اللي تحته. أولا من الكتاب قال الله عز وجل وأحل الله البيع وحرم الربا، وحرم صريحة، وأحل الله البيع وحرم الربا. وربنا قال إيه؟ فأذنوا بحرب من الله ورسوله، إن لم ينتهوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. طيب ثانيا من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه. يعني كل واحد اشترك في الربا ملعون، من ملعون يعني مطرود من رحمة الله. آكل الربا، الرابي والمربي، يعني اللي خد واللي وافق واللي كتب العقد واللي شاهد على العقد. زي قال لك لعن الله شارب الخمر، يبقى الشارب والبائع واللي ناقل واللي ساعد في عصر الخمر. وصلت؟ زي عمر بن الخطاب ما قتل جماعة بواحد، قال لك لو قال أحدهم نصف كلمة أقتل وقال الآخر نصف الآخر يقتلون الاثنين. يعني 5 اجتمعوا، واحد خطط له واستدرجه لعند لما جابه، والتاني وقف يدي الإشارة، والتالت قال إج، والرابع قال تل، والخامس قتل، ال5 يقتلوا بيه. وصلت؟ نفس القصة في الربا، اللي هيوافق واللي هيدي واللي هيشهد واللي هيكتب العقد كمان. وصلت؟ طيب قال الماوردي لم يحل في شريعة قط، يعني الربا حرام في كل الأديان في كل الملل، والزنا حرام في كل الأديان وفي كل الملل. خد بالك لو ركزت في الكبائر اللي ربنا حذر منها واللي الرسول صلى الله عليه وسلم حذر منها، بتلاقيها دايما تتنافى مع الملة السليمة أو الإسلام الحنيف. وصلت؟ دايما تلاقي ربنا محرم الربا في كله، وناهي عن الشرك والكفر في كله، كل الأديان، شيء صريح يعني، وناهي عن الزنا في كله. تمام؟ قال لك لم يحل الربا في شريعة قط. ربنا قال ايه بقى؟ ايه الدليل ان الربا حرام في اهل الكتاب اليهود والنصارى؟ هيقول لك ايه؟ طب ما ممكن اليهود والنصارى يعني ده انت حافظ الانجيل، حافظ التوراة، ما يمكن ربنا حللهم الربا يا اخي. لا، طب ما ربنا قال اهو بيتحدث عن اليهود والنصارى عن الكتاب، قال ايه؟ واخذيهم الربا وقد نهوا عنه. واخذيهم الربا وقد نهوا عنه، يعني سبب من اسباب هلاك بني اسرائيل. جوري سبب من اسباب هلاك بني اسرائيل ان هم كانوا بيتعاملوا بالربا، وربنا كان نهيهم عن الايه؟ الربا. الايات اللي بتقول واخذيهم الربا وقد نهوا عنه في سورة النساء. نعم. لا خليكي في النسكافيه ماشي. ايه بقى؟ نايم ولا صاحي يا بنت ولا ايه دنيتك؟ اسكت يا فيصل، روش نرجع. شكلك هتنضرب يا سيد انت وبنتك. انت يا تعالوا ضربوا بابا. سورة النساء. امال يا اخويا الجماعه المسيحيين دقيقة عشان بسجل. طيب يا اخويا سجل براحتك. ما عملتش يا سيد. امال ايه؟ سيبها على الله.
راح في السكرتير. روح شد البتاع ده من وراك. لا اوعي. روح شديه. بص يا محمد، لا 160 البتاع ده مش فيه بحث ولا ايه؟ احط بابا هنا. اشمعنى كده؟ 160 اهي. بص ربنا بيقول عنهم ايه بقى؟ بداية الآيات بيقول ايه؟ وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، اللي هو الكلام عن مين؟ عن سيدنا عيسى. بيقول ايه؟ بل رفعه الله إليه. بداية الآيات خالص 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 خالص، بداية الآيات خالص بيقول ايه؟ بيقول آدي وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. يبقى الكلام كده عن مين بس؟ وقولهم إن قتلنا المسيح ابن مريم في البلطة، إن قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله. يبقى دول مين برضو؟ النصارى. وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه. هم النصارى أصلا في بينهم وبين بعض اختلاف، وهم أصلا في منهم طوائف بتكفر بعضيها. لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن. ربنا بيقول إيه بقى؟ وما قتلوه يقينا. هو ربنا يعني أنت مستني إن ربنا يأكد لك الكلام ويقول لك أنا على يقين إن هم مش قتلوه؟ وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. خد بقى الآيات اللي بعديها. وإن من أهل بعد كفرهم بعيسى وبكفرهم بمريم، إيه أكبر حاجة عملوها بعد كده؟ وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا ظلموا أنفسهم حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. إيه صدهم عن سبيل الله؟ أهو وأخذهم الربا وقد نهوا عنه. يبقى ربنا نهى اليهود والنصارى عن الربا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. وصلت؟ يبقى الربا محرم في جميع الأديان والملل، بدليل هيجي يقول لك سؤال في الامتحان يقول لك ما حكم الربا في الأديان في ديانة اليهود والنصارى أو في الأديان غير الإسلام؟ حرام. وما دليل أو ماذا قال الماوردي عن الربا؟ أنه محرم في جميع الديانات أو لم يحل أو يحلل في شريعة قط. طب دليلك قول الله عز وجل في سورة النساء وأخذهم الربا وقد نهوا عنه. تمام؟ قد هنا للتحقيق أو التأكيد يعني في الكتب السابقة. والقصد بهذا الفصل بيع الربوي وما يعتبر فيه من زيادة. ماشي. ما يكون فيه الربا؟ الربا بيكون في ايه بقى؟ اكتر حاجة بيكون فيها الربا الذهب والفضة. اكتر حاجة بيكون فيها الربا الذهب والايه والفضة، ولو غير مضروبين او مضروبين اي تم ضربهما بقى يعني لو بعت له ذهب وعاد تشكيله يعني. والمراد بالمطعوم يكون الربا فيه. والمراد بالمطعوم ما قصد للطعم اقتياتا او تفكها او تداويا. يعني الحاجة اللي اشتراها للوكل اقتات بها او فاكهة اكلها او تداويا او علاج. ماشي. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر اللي هو القمح او الغلة والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح. بص بقى هنا الكلمة اللي كنا احنا بنقول عليها ايه؟ غير معلومة من التماثل. الرسول بيقول ايه بقى؟ مثلا بمثل، يعني قد ما تاخد تدي. خدت 5 كيلو تردهم 5 كيلو، خدت جرام ترد جرام. انا كان في موضوع النهارده واحد واخد من واحد من سنتين 20 جرام دهب، 24 جرام دهب. فال 24 جرام ايامها كانوا عاملين 8000 جنيه. وصلت؟ فبده يديله النهارده 8000 جنيه. قال له لا انا عايز ال 24 جرام بتوعي.
انت خدت مني 24 جيبهم لي 24. وصلت؟ تمام. والا كده يبقى الاسلام ما بيحسش على المنافع. يعني انا لو هديك ال 24 جرام ذهب سلف، طب ما كنت عينهم عندي هستفاد بيهم. معك رصيد ولا ايه؟